الصيف دخل وكلنا محتاجين ان احنا نتخلص من الحفاضات نهائي. لو عندك طفل وعايزه تساعديه انه يتخلى عن الحفاضات، خليكي معايا في الفيديو ده. قبل ما نبدا ما تنسيش تعملي لايك وشير في سبيل نشر العلم والمعلومه المفيده لكل ام. لو حابه بقى انك تعيشي الصيف من غير حفاضات وبامبرز ونقلع ونلبس، تعالي اقول لك نعمل. كلنا محتاجين ان احنا نخرج ونلعب في الشمس، لكن لو عندك لسه طفل بيلبس حفاض ده بيكون تحدي، وخصوصا في الصيف. ما تقلقيش، بشويه خطوات بسيطه هقولها لك هتساعدك ان انت تودعي الحفاضات وتخلي طفلك مستمتع بالصيف. اول حاجه، خليكي متابعه جيده لتوقيتات الطفل، يعني خليكي قريبه منه وراقبيه كويس. لما تحسي ان هو محتاج يدخل الحمام، ابدأي تدريجيا في تقليل الحفاضه. حاولي تبدأي بالنهار الاول وبعدين بالليل لحد ما تحسي انه كده خلاص بقى مستعد. تاني حاجه، خليها تجربه ممتعه معاه، خليه يشوف ويجرب الموضوع زي ما يكون لعبه، زي المكافآت البسيطه وان انت تكافئيه وتلعبيه، او القصص الممتعه عشان تحفزيه. واخيرا، خلي ملابس طفلك دايما مريحه وواسعه عشان يقدر ان هو يتحرك بسهوله وما يبقاش متضايق، والنتيجه طفلك هيستمتع بالصيف من غير حفاضه. لو جربتي اي حاجه من الحاجات دي او اي طريقه من الطرق دي، اكتبيها لي في التعليقات. ولو الفيديو عجبك ما تنسيش تعملي لايك وشاركيه مع اصحابك. دايما حفزيه وشجعيه. لو عجبك الفيديو احفظيه عشان ترجعي له تاني، واستمتعي بالصيف بدون حفاضه.